كم مجدا سطرنا على صفحاته. السلام عليكم. شخصية اليوم من أرض البطولات أغردات، حيث ولد لأب كان يمتلك ثروة حيوانية بسيطة، وكان يعمل في الزراعة الموسمية في منطقة بركة، لكن اضطر والده إلى مغادرة أرضه مع عائلته بسبب سوء الظروف، فانتقلوا إلى السودان في منطقة القضارف. لكن كان وسط هذا البلاء الكثير من النعم، حيث كانت نقطة تحول في حياته. نتحدث اليوم عن الشيخ إدريس محمد آدم، أول قائد لجبهة التحرير الإريترية، حيث ولد الشيخ إدريس محمد آدم في العام 1922. وعندما انتقل مع الوالد إلى القضارف تلقى فيها التعليم الديني بالإضافة إلى الابتدائي، ثم عاد إلى أغردات مع والده في عام 1936، حيث واصل تحصيله الديني والعلمي على يد معلمي أغردات. وبعد نهاية تعليمه التحق بالمحكمة الشرعية، حيث لعب دورا هاما في النشاط الوطني ورفع الوعي لدى الإريتريين، وشارك في المؤتمر التأسيسي لحزب الرابطة الإسلامية والذي كان في كرن في عام 1947. كان الشيخ إدريس محمد آدم من بين المطالبين باستقلال إريتريا، حيث طالبوا بإقامة برلمان ودستور حديث وعلم وطني مستقل، كما كان من بين المصرين على إقرار اللغتين العربية والتيغرينية لتكون لغة الدولة الرسمية. انتخب الشيخ إدريس عضواً في الجمعية التأسيسية التي وضعت الدستور، ومن ثم تحولت إلى برلمان في عام 1952. لم يمضي وقت طويل حتى تم انتخابه كرئيس للبرلمان الإريتري، لكن الاحتلال حاول بقدر الإمكان لإزاحته حتى تمت إقالته من المنصب، إلا أنه بقي في أغردات وجمع حوله الوطنيين الأحرار، وتصدى لكل محاولة ابتلاع لبلادنا الحبيبة إريتريا. تم اختيار الشيخ إدريس في العام 1959 ليمثل الشعب الإريتري في الخارج، وكان معه الشيخ إبراهيم سلطان علي، حيث طلبا الدعم من الدول العربية الشقيقة، فمثلا إريتريا خير تمثيل، وقاد العمل الدبلوماسي بعبقرية حققت مكاسب كبيرة، وهيأت أرضية صلبة للشعب الإريتري المناضل في محيطيه العربي والإفريقي مقابل محور الاحتلال. له عدة لقاءات مع المناضل البطل حامد إدريس عواتي، كما أنه التقى بطليعة الطلاب الإريتريين في مصر الذين التفوا حوله، وقرروا بعد ذلك بقيام جبهة التحرير الإريترية، والتي تشكلت بقيادة الشيخ إدريس محمد آدم وعضوية ثلة من الإريتريين الأحرار مثل إدريس عثمان جلايدوس، ومحمد صالح حمد، وسيد أحمد محمد هاشم، وسعيد حسين، وأيضا محمد سعيد عمر، وآدم أكتي، بالإضافة إلى إبراهيم إدريس. وعندما ذهب الشيخ إدريس إلى السعودية وانضم إليهم المناضل عثمان صالح سبي وأيضا عثمان الخيار، وقد اختير رئيسا لجبهة التحرير الإريترية والمجلس الثوري، وذلك مع قيام المؤتمر الوطني الأول في عام 1971. وفي عام 1975 قام المؤتمر الوطني الثاني. لكن الشيخ إدريس لم يرشح نفسه، وآثر الابتعاد لتقدمه في السن مع معاناته بالمرض الذي سرق كل قوته الجسدية، لكنه ظل يتابع كل تطورات الساحة الإريترية التي تشربها، وكان يحرص على تقديم النصح والمشورة لكل من يلتقي به. وفي عام 1993 شارك في الاستفتاء على الاستقلال ليؤكد أن هذا الاستقلال يمثل إرادة وطنية خالصة. وفي عام 2003 اشتدت وطأة المرض على الشيخ إدريس، فلقي ربه في شهر أغسطس، ودفن جثمانه الطاهر بمكة المكرمة. رحم الله الشيخ إدريس محمد آدم وأسكنه فسيح الجنان. التاريخ كم مجدا سطرنا على صفحات